اوعى. هوبا. بص ده زيت جوز هند لايف. اهلا بيك. اخويا ابو عبد الرحمن. اهلا بيك. عصاره المواد. اهلا بيك. مرحب بيك. طيب انا شايف ان دي بتعصر جوز هند. صحيح نعم. طيب دي مكنه بتعصر جميع البذور الزيتيه. اوكي. اي بذره فيها زيت تحطها هنا بفضل الله تعصر ينزل زيتها زي ما انتم شايفين كده ويطلع الكزب من هنا. اوكي. بفضل الله نبيعه كما هو بيور خام بدون اي اضافه لون ولا رائحه ولا الوان صناعيه ولا طبيعيه حتى. اوكي. نستخدمها بيور كما هي، يعني من الناس تتذوقها عادي جدا لانه بيوضع جزيء المعده. نستخدم الاكل لان مفيش اي اضافه من اي مواد حافظه ولا اي شيء معاها. ايوه ولله الحمد. يعني طيب. نعصر هنا جوز الهند، اللوز، البندق، الجرجير، حبه البركه، كل هذه الانواع. وعندنا طبعا في المعصره جهاز بنطلع عليه الزيوت العطريه زي النعناع والكافور والروزماري وخليل الجبل، كل الانواع دي بفضل الله. مكان المعصره فين؟ المواد موجوده في الوراق. شارع اسمه شارع خالد عبد الشافي. موجود هنا في القاهره. موجود في القاهره نعم. اوكي. ربنا يبارك فيك. ممتاز جدا. طب وعندك توصيل اونلاين او حاجات زي كده؟ عندنا شركات شحن، اي شيء حد بيطلب مننا عن طريق الواتس بنبعت شركات الشحن تيجي تستلم الاوردر وتسلمه له وبتاخد حق الشحن هي يعني كشركه يعني. والله حاجه محترمه. بفضل الله الزيوت ديت بناخدها وبنصنع بيها انواع الصابون. حلو قوي. دي كلها صابون الجريسلين وصابون الزيتون. نفس الكلام بنصنع بيه كل المواد بفضل الله. يعني عندنا بالبرتقال وعندنا بالشيا وعندنا بالقهوه عسل وقهوه وعندنا بالبقدونس دي ب 40 وديت لا ما فيش وديت بفحم النشط وعسل وفحم نشط وديت بالنيله الزرقاء ودي بجوز الهند. دي كلها انواع بتعالج البشره ودوت بالزيتون الصافي بيعالج الشعر ومشاكل الشعر والجلد وكده يعني. ما شاء الله. تمام. ربنا يبارك فيك. هنا بالنسبه هنا بقى تعالى هنا بقى دي مركز الطحينه. دي سمسم خام زي ما انت شايف كده. بنحط السمسم الخام مباشره وينزل طحينه من هنا. طب السؤال هيقول لك ينزل سايله ازاي؟ ما بتحطوش زيت. لا، السمسمه جواها ربنا خالق ليها نسبه من السمسم كبيره جدا. اوكي. عشان نسبه من الزيت. ايوه نسبه من الزيت. زيت 30% و35% كمان بعض الاوقات. فدي لما تطحن جوه على حجاره سرعتها قويه بينزل ايه؟ يعني كمان اللي جوه دي مش تروس، ده زي زمان زي الطحين بتاع زمان. عشان كده بحب المكنه دي جدا لان المكنه مش حديديه. ايوه دي مكنه رخام. من جوه حجر زي الراحه بتاع زمان. ده بفضل الله وبنبيعها خام وبنعمل الموضوع نفسه اصلا طعمه مش هيغير ولا هيحصل فيه حاجه. طعمه رائع بفضل الله. وده هندوقك وتشوف. انا خير. ربنا يرضيك. وبنعمل عليها برضه زبده الفول السوداني وزبده اللوز وزبده البندق وجميع انواع الزبدات بنعملها عليها. كل ما هو نوع ينفع ان يتعمل منه طحينه. حلو جدا جدا ربنا يبارك فيك. وبكام الطحينه؟ الطحينه البرطمان اللي هو 700 جرام بنبيعه ب 120 والبرطمان 350 جرام بنبيعه ب 65. اوكي. بس دي هي شايف ان هي تقيله يعني. لا الحمد لله خام 100%. دي اللي المفروض بقى هم بياخدوها ويقعدوا يخففوها في حاجات ثانيه. في ناس بتحبها كده. في ناس بتحط عليها عسل تبقى عامله زي الحلاوه الطحينيه كده بس جميل بقى حاجه بيور. اوكي. وفي اللي بيحط عليها نسبه من الزيت زيت جوز الهند او زيت زيتون او زيت ذره ويزودوها ويقلبوها وبيستعملوا ده يستعملوها. يعني ممكن حد مثلا ياخدها ويخفها شويه او حاجه بزيت او كده. نعم لان احنا ما بنخفاش هنا. بنبيعها كما هي. احسن حاجه. هي وجميع الزيوت بتاعتنا الطبيعيه. بنعمل تركيبات للشعر بفضل الله ممتازه. تركيبات ايضا للظهر ومثل هذه الامور يعني. ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب. امين. طيب انا بقى عندي سؤال، يعني ده كده يعتبر زيت جوز هند مش عصير جوز هند؟ لا زيت جوز هند. نعم. اوكي. طب ازاي يعني العصير بقى بتاع جوز هند بيبقى اللي هو ايه؟ قصدك حليب جوز الهند؟ ايوه ماشي. الحليب اللي بيبقى جوه البتاع نفسها. ايوه ده هو جوه السمر نفسها اللي هي اللي هي ساعه لما اتفتحت بقى في البلد اللي هي كانت فيها. احسنت. اوكي. طيب والطفل ده بيطلع بطريقه معينه مكنه ثانيه غير دي. بيطلع لنا نوع اسمه حليب يتشرب. حليب ابيض سائل كده. غير المكنه دي. غير المكنه دي. فهمت. اوكي. طيب واللي بيطلع ده بقى المفروض بيروح فين؟ 3 اشياء عندنا بيخرج مننا بيطلع على 3 اشياء. حاجه للبني ادم زي جوز الهند بيتعمل منه خبز. وزي اللوز زي بندق والحاجات دي كلها بتعمل. يعني ده ينفع بعد كده يبقى دي جوز هند؟ نحوله لدي جوز هند. نعم. اوكي. الناس بتاعت الكيتو والحاجات دي. بالظبط. احسنت. اوكي. وعندنا انواع بتطلع للاعلاف زي طبعا الكتان وحبه البركه والانواع دي كلها. وعندنا اشياء بتدخل الارض زي حب الملاك وزي الخروع. والمنتجات اللي ما ينفعش فاهم اللي بتعمل سيالات. اوكي. ربنا يبارك فيك. عظيم جدا. شكرا ليك واتشرفت ليك. تسلم. الله يبارك لك يا رب. اوعى. هوبا. بص ده زيت جوز هند لايف. واو واو. زيت جوز الهند بجد تحفه. بص ده اللي هو المفروض
هيبقى كانه بعد كده دقيق جوز الهند اللي هو بيحطوه هنا. ذوقتي ده اللي انت ممكن تستخدمه بعد كده في الكيتو او حاجه زي كده يعني. تحفه. شكلي هدخل كيتو تاني يا جماعه. نروح ناكل سمسم من فوق. ان شاء الله. بص الطحينه ايه، بص بتتحرك ببطء ازاي. اوبا طحينه قوي بقى. عارف انت. جامده جدا.